لو حابب تزرع البرقوق فوق سطح بيتك ويبقى عندك شتلة من البذرة فقط لا غير بطريقة سهلة ومضمونة، كل اللي احنا هنحتاجه البذرة بتاعة البرقوق، ولا نحتاج برضو برطمان يكون ليه خضيته، وادي شكل البذور. كل اللي علينا ان احنا هنفتحها ونخرج منها البذور اللي انتوا شايفينها دول. انا دلوقتي طلعت 3 بذور، بس هبدأ اطلع برضو الرابعة مع بعضينا دلوقتي. علشان تطلعها وتبقى معاك مضمونة فانت لازما ما تختش البذرة اللي هي بتبقى جواها، فانت لازم تطلعها وتحسس عليها واحدة واحدة علشان ما تخسرش البذرة اللي هي بتبقى جواها، وكده انت خسرت الشجرة بحالها. فانت واحدة واحدة مع بعضينا وهنعرف دلوقتي علشان تزرع بطريقة سهلة ومضمونة. فانت ما تنساش تصلي على النبي بالشكل اللي انت شايفه ده، اللي حضراتكم شايفينه ده. فانا دلوقتي ببدأ اني احوش الغلاف او الحاجات اللي هي بتبقى عليها. في حاجات بتبقى عليها يا جماعة كده اللي هي المتلوثة فيها. طبعا دلوقتي جبت برطمان اللي احنا هنزرع فيه، انا هزرع فيه برطمانين. طبعا قبل ما نبدأ ما تنساش تصلي على النبي وتشترك في القناة وتعمل لايك للفيديو علشان يوصلك كل جديد، واهم حاجة انك تصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، وتكتب في الكومنتات الفيديو وصلك لحد فين خارج مصر وجوه مصر. اول حاجة ان احنا هنبدأ نخرم القصيص او الحج او اي حاجة انت هتزرع فيها علشان يعمل تصريف مياه، علشان التربة ما تعفنش البذور بتاعتنا. وبعد كده بنبدأ احنا، وبعد كده بنجيب التربة بتاعتنا. التربة طبعا لازم تكون طينية يا جماعة، ركزوا معايا، التربة لازم تكون طينية. اي حاجة انت هتزرعها من البذرة فانت لازم تزرعها في تربة طينية. وانا حطيت دلوقتي البذرتين وبدأت اني قفلت عليها بالتربة. طبعا اللي هناك دي يا جماعة التربة رملية، فانتوا بصوا شكلها عامل ازاي، عفنت. فانا دلوقتي بزرع كده، وبعد كده يا جماعة بتبدأ انك ترش عليها رشة خفيفة علشان تضمن معاك النتيجة سهلة ومضمونة، وتضمن معاك البذرة ما تبصي معاك. بعد كده بتجيب ايتها غلاف وتبدأ تغطيها من فوق وتسيبها في مكان ما يكونش معرض الى الشمس نهائي. وانا دي يا جماعة اللي جنبكوا دي كنت زارعها، وادي زرعها يا جماعة ولو رويها وهزرعها تاني دلوقتي مع بعضينا كده. انا دلوقتي زرعت في واحدة رملة وفي واحدة طينية، هنشوف مع بعضينا، استنوا مني الجزء التاني. اكتب تم في الكومنتات عشان انزل لك الفيديو التاني وابعته لك، هنشوف ان هي اللي هتخضر فيهم. وطبعا هنحطهم في نفس المكان وهرويهم في نفس المكان. ازرع الخوخ وخد منه احلى شتلة فوق سطح بيتك بدون ما تروح تشري ايتها شتلة من بره ولا تتكلف، ودي الطريقة سهلة وبسيطة وبس كده. وصلى على النبي.